بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. المرة اللي فاتت بدأنا مع بعض الجملة الاسمية وبدأنا أدوات التعريف والتنكير، وقلنا إن الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر، وبدأنا مع بعض المبتدأ وشرحنا فيه الكلمة لو دخلت في الجملة، لو عايز أخليها نكرة بحط لها أداة تنكير، ولو عايز أخليها معرفة بديها أداة تعريف. وشرحنا المرة اللي فاتت الجدول بتاع أدوات التعريف. دلوقتي في أسئلة ظهرت وإحنا بنذاكر. أول سؤال، إزاي أعرف الكلمة مذكر ولا مؤنث علشان أديها الأداة؟ فأنت عندك لو فتحت القاموس بتلاقي الكلمة جنبها يا إما حرف بي يا إما حرف طاف، أو لو فتح أي منهج بتجيب منه الكلمات هتلاقي الكلمة جنبها بي وكلمة جنبها طاف. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، تفتكرها بابا تبقى مذكر، تيتا تبقى مؤنث. طيب السؤال التاني، هل شرط الكلمة المذكر في العربي تكون برضو مذكر في القبطي؟ لا مش شرط. عندي كلمة زي زوكسة، زوكسة دي معناها مجد، في العربي بقول هذا المجد فتبقى مذكر، انما في القبطي زوكسة دي مؤنث فبديها أداة تعريف تي، أقول تي زوكسة. نفس الكلام كلمة ري، ري يعني شمس في العربي، شمس مؤنث في العربي بقول هذه الشمس، لكن في القبطي دي كلمة مذكر فنقول بي ري، اللي هنلاقيها في التسبيحة كتير، الشمس. تمام؟ طيب المرة اللي فاتت قلنا الحروف المتحركة جبنا سيرتها لما قلنا في الحروف الفيل منور حرف اليوتا وحرف الاو ابسلون، عشان اعتبرهم فيل منور لازم يجي بعدهم حرف متحرك. وقلنا الحروف المتحركة المرة اللي فاتت هي أي حرف بيتنطق ألف وواو ويه. طب إيه هما بقى في القبطي؟ الحروف المتحركة عندي في القبطي يا إما حرف يتنطق ألف فأقول عليه قابل للفتح وهو حرف واحد بس اللي هو الألفا، يتنطق ألف. عندي حروف تتنطق يه ونقول عليها قابلة للكسر، وهم 4 حروف. حرف الإي يتنطق إيه، زي ما اقول لك عامل ايه. عندي حرف اليوتا وحرف الابسلون يتنطقوا اي، قصيره خالص اي. وعندي حرف الايتا يتنطق 2 يوتا، اقول اي الف ي ي. ده بقول ايه، ده بقول اي واحده، ده بقول 2 اي. وعندي حروف تتنطق واو اللي هي قابلة للضم، وهما الأوميكرون بنطقوا او، والأوميجا بنطقوا او وانا فاتح بقي او، ده او. والاو لما يجي بعدها ابسلون بقول عليها او، اطول شويه من الاو، اقول او. ودي اللي انا بستعملها في أداة التنكير في الفيديو اللي فات. تمام؟ طريقة للمذاكرة والواجبات، تروح عامل ايه؟ تروح عامل حضرتك جدول كده حلو، تبدأ تقسمه. أول خانة تكتب فيها أداة تنكير مفرد، تانية أداة تنكير جمع، بعد كده أداة تعريف عامة أو قوية للمفرد، أداة تعريف ضعيفة أو خاصة للمفرد، والأخير أداة تعريف
عامة للجمع. وهتحط هنا الكلمة. هناخد كلمة زي ري اللي لسه واخدينها، يعني شمس. عايز اديها أداة تنكير مفرد، أقول أو ري. هم بيتلزقوا في بعض بس عشان المكان، وأقول معناها شمس. نكرة مفرد، هان ري. نكرة جمع تبقى شموس. أداة تعريف عامة قوية. ري ده مذكر، يكتب كده ان هو مذكر، فهنا احط له أداة قوية تبقى بي ري. الشمس. أداة تعريف ضعيفة أو خاصة للمفرد. أبص على ري بدأ بفيل منور، بدأ بفيل منور، يبقى نقول اف ري. الشمس. أداة تعريف عامة جمع اللي هي ني ري الشموس. وتبدأ تحط الكلمات بتاعتك كلها هنا وتمشي بنفس التسلسل، تكتب الكلمة بالقبطي والكلمة بالعربي. هيبقى عندك تجمعت كلمات كتيرة حفظتها، وفي نفس الوقت طبقت على كل الأدوات بتاعتك عشان ما تنساهاش. قلنا قبل كده إن أنا لو عندي كلمة زي رومي اللي هي رجل، لما كنت عايز أقول الرجل كنت عايز أحط لها أداة تعريف عامة، فأقول بي رومي الرجل. عايز أجمعها أقول الرجال، كنت بغير إيه؟ بغير الأداة، أقول ني رومي. ما غيرتش في كلمة رومي حاجة، غيرت الأداة بس فاتجمعت معايا. ده أغلب الكلمات في القبطي. عندي بقى شوية حالات شاذة بتتغيرها عن القاعدة دي. إيه اللي يتغير فيها؟ إن أصل الكلمة نفسه بيتغير معايا. بص كده، كلمة في يعني سماء، لما باجي أجمعها بتبقى في قوي. يعني لو عايز أحط لها أداة تعريف أقول إت في السماء، أجمعها تبقى ني في قوي. ما بقولش ني في، أجمعها غير شكل الكلمة ني في قوي. عندي كلمة أورو يعني ملك، عايز أقول الملك تبقى إب أورو، أجمعها تبقى ني أورو أو، ما أقولش ني أورو. طيب فوك إف فوك، أجمعها تبقى ني إيفي أيك. يوت إف يوت الأب، أجمعها تبقى ني يوتي آباء. سن أخ، أديها أداة تعريف تبقى إب سن، أجمعها تبقى ني إسنيو. إت في يعني السماء، ني في قوي السماوات. إب أورو الملك، ني أورو الملوك. إف فوك العبد، ني إيفي أيك العبيد. إف يوت الأب أو الآب، ني يوتي آباء. إبسون يعني الأخ، ني إسنيو الإخوة. لو عايز أحط لها أداة تنكير نفس الكلام، هحط هنا أو في، أجمعها تبقى هان في أوي. إب أورو تبقى أو أورو، أجمعها تبقى هان أورو أو. إف فوك هخليها نكرة تبقى أو فوك، أجمعها تبقى هان إيفي أيك. إف يوت أخليها نكرة تبقى أو يوت، أجمعها تبقى هان يوتي. إبسون أخليها نكرة تبقى أو سن، أجمعها تبقى هان إسنيو. خلي بالك، يعني أنا ما ينفعش أقول هان سن، أقول هان إسنيو. ما ينفعش أقول ني في، أقول ني في قوي. ما ينفعش أقول إت في قوي، لازم في قوي تيجي معاها جمع، وفي يجي معاها مفرد. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.